بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل ريبير ايمي او اصلاح للايمي لجهاز ريلمي سي 51. بداية كده بنبدأ نفتح البندورة ونسجل فيها. طبعا البندورة دي تعتبر يعني من احسن الادوات في اصلاح الايمي، خصوصا لاجهزة الام تي كي والسبريد. يعني بعد ما بسجل في البندورة طبعا هي سعرها معقول. البندورة بالنسبة مثلا لأدوات تانية زي الشميرة تعتبر سعرها معقول يعني، بس هي تركيزها كله بيبقى على الام تي كي، أجهزة الام تي كي وأجهزة السبريد. ماشي، ادي أول حاجة بنسجل. خطوات سهلة جدا. هيفتح لنا واجهة البرنامج، وبرضه تعتبر واجهة البندورة من الواجهات السهلة يعني في التعامل، مفيهاش أي مشاكل. ثواني وهتفتح الواجهة بتاعتنا. اهو الواجهة بتاعتنا فتحت. ببدأ اجي في شريط العنوان هنا فوق واكتب اسم الموديل اللي هشتغل عليه. ممكن اكتب ريلمي سي 51 او اكتب ار ام اكس 3830، يعني حسب الموديل الموجود عندي. بكتب بيظهر لي الموديل اوتوماتيك، بختاره اهو. ظهر لي الموديل اوتوماتيك، اخترت الموديل. هتظهر لي بقى العمليات المتاحة قدامي ان انا اعملها على الموديل ده. فطبعا انا عايز الايمي فاخترت الايمي اهو. اول ما اخترت الايمي ظهر لي الاتنين ايمي بتوعي، بعلم على المربعات اللي قدامهم دي وابدا اكتب الاتنين ايمي. يستحسن طبعا نكتب الايميلات الاصليه اللي على العلبه او في ظهر الجهاز لو كان متاح معانا العلبه، او المكتوبين على الليبل في ظهر الجهاز. يعني دايما الايميلات الاصليه بتبقى احسن بكتير من اي ايميلات تانية ممكن يكون فيها مشكله يعني. طيب خلاص، انا كتبت الايميلات بتاعتي. بعد ما كتبت الاتنين ايمي اهو، بكتب الاتنين ايمي. هدوس بس على الزرار بتاع تحتيها خالص اللي هو ريبير، وابدا بعد كده اطفي الجهاز بتاعي خالص. استنى 30 ثانيه، اثبت ايدي على التوطيه واوصل الكابل. هدوس ريبير الاول وابدا اعمل اللي قلت لكم عليه. هطفي الجهاز واستنى 30 ثانيه، اثبت ايدي على زرار التوطيه واوصل الكابل. اتاكد ان الموديل مظبوط فوق بالميسي 51 اهو. عفوا. ادوس على ريبير واطفي الجهاز زي ما قلت واثبت ايدي على التغطيه. بس طبعا الجهاز ده معالج سبريد. أه هضغط على التغطيه واوصل الكابل. لو الصوره مش واضحه قدامكم هبدا اصغر لكم الصوره شويه عشان تبدا توضح كل حاجه في الجنب الشمال ده، لان الجنب الشمال ده هو اللي بيتم فيه العمليه. قدامك اهي. اول ما هيقرا الجهاز معايا استنى ثانيتين ثلاثه كده واشيل ايدي من على التغطيه، وهو هيكمل اوتوماتيك ما يعملش اي حاجه. اهو في ثواني هي بدات العمليه معانا. خلال لحظات بسيطه هنلاقيه بدا يكتب الايمي بتاعنا الجديد او الايمي الموجود على العلبه عندنا. في حاله ان الايمي عندي كان زيرو اصفار او مش متاح عندي على الجهاز، مفيش ايميهات. اهو بدا يكتب الايمي بتاعنا. خلاص دان، العمليه خلصت تمام. هتفتح طبعا الجهاز، هيطلب منك اول ما يفتح الموبايل هيطلب مننا نعمل فاكتوري ريسيت. هنبدا نعمل فاكتوري ريسيت عادي خالص. هيفتح معانا بعد كده هنلاقي فيه رساله صفرة كده ظهرت فوق في الموبايل بتقول ان الموبايل ده مفتوح البوتلودر عادي. 5 ثواني وهتختفي، وهيبدا يفتح الجهاز معانا بالايميلات الجديده اللي احنا كاتبينها. كده العمليه انتهت، وهيبدا الجهاز يفتح معانا بالايميلات الجديده اللي احنا كاتبينها. وكده يبقى خلاص كل حاجه تمام. شكرا.